أمير الصعيد فاروق مصر اتولد يوم 11 فبراير 1920. أبوه الملك فؤاد ووالدته الملكة نازلي. ليه 4 إخوات أصغر منه، هما فوزية، فايزة، فائقة، فتحية. وليه كمان أخت أكبر منه غير شقيقة، هي الأميرة فوقية من زوجة أبيه الأولى شيوكار. اتربى ودرس جوه القصر، ويوم 12 ديسمبر 1933 أعلنوا الملك فؤاد رسميا وليا للعهد، وحضر بالنيابة عن والده الملك يوم 23 فبراير 1934 حفلة سلاح الطيران البريطاني، وافتتح مؤتمر البريد الدولي. لما بقى عمره 14 سنة أصر السير مايلز على إنه يسافر لإنجلترا عشان يتلقى علومه في جامعة وولووتش، ولكن لصغر سنه درس خارج أسوار الجامعة لكن على يد مدرسين منها. وكانت الحاشية بتاعته في سفره أحمد حسين باشا رائد ليه، وعزيز المصري رئيس البعثة، عمر فتحي الحارس الشخصي، الدكتور عباس الكفراوي الطبيب الخاص، صالح هاشم أستاذ اللغة العربية، وحسين باشا حسني سكرتيره الخاص. أثناء وجوده في بريطانيا للدراسة اشتد مرض الملك فؤاد وطلب إنه هو يشوفه، ووافقت بريطانيا بعد تردد على رجوع الأمير لمصر وإنه يشوف باباه، لكن على شرط إنه يرجع تاني لإنجلترا ويكمل دراسته. لكن قبل السفر اتوفى الملك فؤاد يوم 28 إبريل 1936 من غير ما يقدر يشوف ابنه. رجع فاروق لمصر يوم 6 مايو سنة 1936، ومصر اعتبرت التاريخ ده هو التاريخ الرسمي لجلوسه على العرش. تم وضع مجلس وصاية تم اختيارهم حسب وصية الملك فؤاد، وهم الأمير محمد علي توفيق، شريف باشا صبري خال الملك فاروق، وأخيرا عزيز عزت باشا وزير الخارجية. واستمرت الوصاية 1 سنة و3 شهور كاملين. وخلال الفترة دي سافر الملك فاروق معاه إخواته ومامته الملكة والأنسة صفيناز ذو الفقار ووالدتها وصيفة الملكة لرحلة لأوروبا، ودي كانت بداية قصة حب جديدة بين الملك وبين الأنسة صفيناز. لما رجع تم فض مجلس الوصاية وأعلن الملك المطلق للبلاد. بعدها أعلن الملك خطبته على صفيناز ذو الفقار وغير اسمها لفريدة. تم عقد القران يوم 20 يناير سنة 1938. يوم 17 نوفمبر 1938 اتولدت أول بناته في ريال. ويوم 7 إبريل 1940 اتولدت الأميرة فوزية الأميرة فادية، دي اتولدت يوم 15 ديسمبر 1943. في الفترة من سنة 1938 لغاية سنة 1942 الملك افتتح العديد من المشروعات، زي مثلا إنشاء وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، قناطر محمد علي وقناطر إسنا، نقابة المحاميين، وزارة التموين، مستشفى الصدناوي، مطعم فاروق الخيري، جامعة فاروق باسكندرية، وافتتح كمان متحف فؤاد الأول ونقابة الصحفيين. يوم 4 فبراير قامت بريطانيا بحصار قصر عابدين عشان تجبر الملك إن هو يعمل وزارة ائتلافية بيحكمها مصطفى النحاس. يوم 15 نوفمبر 1943 اتعرض الملك فاروق لتصادم مع سيارة مقطورة بتخص الجيش البريطاني، واتصاب بكسر في الفخذ، وأخدته السيارة الملكية وودته مستشفى القصاصين، والجنود اللي كانت موجودة في المنطقة حاطوا المستشفى وحرسوها. قام بعدها الملك فاروق وافتتح كمان المعهد العالي ومكتبة الأميرة في ريال ومعهد الدراسات الإسلامية والمدينة الجامعية ومصلحة الشهر العقاري وخزان أسوان ومصلحة الأرصاد الجوية، وأخيرا مجمع المحاكم. مع انشغاله وزيادة المشاكل بينه وبين الملكة فريدة لعدم إنجابها ولي العهد، تم الطلاق الرسمي يوم 17 نوفمبر 1948 بعد زواج 11 سنة، وتزامن ده مع طلاق أخته الأميرة فوزية من شاه إيران. بسبب الأحداث دي عانى فاروق من فترة عصيبة، وخاصة إن الشعب تعاطف مع خروج الملكة فريدة من القصر. وطبعا بعدها كمل أعماله مرة أخرى وأنشأ مصلحة سك العملة ووزارة الاقتصاد
وجامعة عين شمس، معهد فؤاد لبحوث الصحراء، مسجد القائد إبراهيم، ونادي القضاة، وأخيرا مجمع التحرير. سنة 1951 لعبت الصدف في حياة فاروق وصادف الملكة نريمان، واتجوزها يوم 6 مايو سنة 1951، وأنجب منها ولي العهد يوم 16 يناير سنة 1952. وأخيرا أصبح الملك ليه ولي عهد اسمه الأمير أحمد فؤاد الثاني، وهو وريث العرش. للأسف بعد ولادة أحمد فؤاد ب10 أيام حصلت أحداث المواجهة بين الاحتلال ورجال الشرطة في الإسماعيلية، وبعدها ب6 شهور تانيين حصل حريق القاهرة، وبقت مصر فوق صفيح ساخن بتتوالى الأحداث المرهقة للملك، وزاد الضغط من الشعب. وانتهت الأحداث دي بعملية انقلاب من طرف ضباط من الجيش المصري أطلقوا على أنفسهم حركة الضباط الأحرار، وأرغموا الملك على أنه يمضي وثيقة تنازل عن العرش لصالح ابنه أحمد فؤاد الثاني. ورضي الملك عن طيب خاطر عشان ما يتمش إراقة الدماء، وفضل التنحي عشان ما تدخلش مصر في مشاكل سياسية كبيرة. مشي الملك على ظهر اليخت الملكي المحروسة يوم 26 يوليو 1952، ووصل إيطاليا، وكان معاه الملك الصغير وأمه الملكة نريمان وبناته ال3. وما كفتش عليه آلام النفي، لكن اشتدت كمان الخلافات مع زوجته الملكة نريمان بعد بس 3 شهور من وصولهم لإيطاليا، ورجعت مصر مع والدتها، وحصلت على الطلاق الرسمي سنة 1954. وسابت الملك الصغير أحمد فؤاد مع والده وإخواته البنات، واستمر في حياة الوحدة والنفي لغاية سنة 1965. اتوفى فجأة بدون سبب، وسايب وراه الملك الصغير وال3 بنات. وحاولت إخواته والملكة فريدة إنهم يدفنوه في مصر، لكن السلطات المصرية رفضت في بادئ الأمر، وبعدين تراجعوا ووافقوا، لكن بشرط إنه ما يدفنش في الرفاعي حسب وصيته، لكن يدفن في مدافن الأسرة. وتولى بعديها السادات الحكم، ووافق إن الرفات بتاعته تتنقل تاني وتروح الرفاعي، وتم فعلا نقل جثمانه جنب والده. انتهت مع وفاة الملك حقبة تاريخية جميلة كانت في مصر، وضع معاها تاريخ مصر كبير لغاية دلوقتي بنحاول ان احنا نكتشف اثاره. احنا النهاردة ما بنتكلمش عن الملك فاروق عشان خاطر نحاول نبرر، لكن احنا بنحاول ان احنا نوفي دين واحد فضل كتير ان هو يمشي من مصر ويجي على نفسه في مقابل ان هو يحافظ على استقرار مصر. ودي كانت كلامنا النهاردة عن الملك فاروق مصر.